ما أفضل وقت لقراءة القرآن في شهر رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل كل ليلة من ليالي رمضان، وهذا يدل على أن المدارسة في الليل أفضل، لأن الإنسان أيضا في الليل يكون مفطرا وهو يريد أن يدارس ويتعاهد ما حفظه، فالأفضل في مراجعة الحفظ وتعاهد المحفوظ أن يكون في الليل. وأما التلاوة التي يقصد بها محض التقرب إلى الله عز وجل فالأفضل أن تكون نهارا، وذلك لأن المسلم في النهار يكون صائما، فينبغي أن ينشغل بالطاعات وبالقربات، ومن ذلك تلاوة القرآن. والأمر في هذا واسع، المهم أن يكثر من تلاوة القرآن سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، المهم أن يكثر من التلاوة. وكان كثير من السلف يقرؤون في الليل وفي النهار، يقرؤون في النهار من كتاب الله عز وجل، ويقرؤون في الليل عندما يصلون صلاة الليل، فكانوا يقرؤون كثيرا من القرآن. وكان كثير من السلف الصالح يطيلون صلاة التراويح جدا، حتى إنهم لا يعتمدون على العصي من طول القيام.